مطلوب شخص يتذبح ويتاكل. ده الإعلان اللي كتبه أرمن ميفز قبل ما يرتكب أغرب جريمة ممكن تسمع عنها. أرمن ميفز مهندس كمبيوتر ألماني مواليد سنة 1961، وفي بداية سنة 2001 خطر على باله فكرة عجيبة الشكل، وهي إنه يجرب اللحم البشري، وده طبعا مش هيتم غير بإنه يخلص على حد. فكتب إعلان على النت بيطلب فيه متطوع يتقتل ويتاكل. والأغرب من كده إنه لقى المتطوع وكمان تواصل معاه. كان مهندس ألماني عمره 43 سنة واسمه بيرند براندز، اللي اتضح بعدها إنه كان شاذ جنسيا وله أفكار غريبة، يعني زي ما بيتقال باللغة العربية غريب الأطوار. فما كانش أبدا من الغريب عليه إنه يوافق على عرض زي ده وياخده بكل سلاسة، لدرجة إنه كان بيهزر في الشات بينه وبين أرمن وقال له إنه مش هيحتاج لحمة بعد كده. وده كان رده لما أرمن قال له إنه هيستخدمه في وجباته، وكان بكل بساطة بيسأله على دماغه هيعمل فيها ايه، عشان يرد عليه أرمن انه هيدفنها في جنينة جنبه. والأغرب من كده ان بيرند كان متحمس جدا لدرجة انه ما كانش مصدق أرمن، ودايما كان يقول له يا ريت ينفذ في أسرع وقت، لحد ما جه اليوم الموعود في شهر مارس من نفس السنة. اتقابل براندز مع أرمن اللي خده بيته واداله كمية كبيرة جدا من المهدئات والمسكنات، ودخله الأوضة اللي هيتم فيها الاتفاق، وجهز كاميرا الفيديو اللي هيصور بيها العملية كاملة. وقبل ما يبدأ أرمن طلب منه بيرند أغرب طلب ممكن تسمعه في حياتك، وهو إنه يعض عضو الذكري لحد ما يتقطع. وطبعا لبى أرمن طلبه لكن ما قدرش، فقطع بالسكينة، وعشان تكمل ادى البيرند حتى ياكلها، لكنه ما كانش مستحمل يعمل أي حاجة بسبب النزيف الشديد اللي كان فيه. والأغرب إن أرمن كان مصمم ينفذ الوصية ويأكل بيرند معاه، فجاب طاسة وسوى اللي قطعه من بيرند وقدمه له. بس بيرند وقتها كان أغمى عليه نهائي، فسابوا أرمن في الحمام يتصفى براحته، وبعدها سحبوا الأوضة تانية وذبحه وخزن لحمته وفضل ياكل منها لفترة طويلة. وفي ديسمبر سنة 2002 نشر أرمن نفس الإعلان مرة تانية، بس المرة دي شافه بالصدفة واحد من الضباط اللي تتبعه وقبض عليه بعد ما فتش بيته ولقى أجزاء متبقية من جثة بيرند، وكمان الشريط اللي متسجل عليه الجريمة، اللي صعب على المحكمة إنها تدين أرمن وتديله حكم بالسجن مدى الحياة، لأن أولا ما كانش فيه أي مادة قانونية في ألمانيا بتدين أكل لحوم البقر، وثانيا اعتبروا إن مفيش أي جريمة قتل من أصله، لأن الضحية كان متطوع وموافق كمان إنه يتقتل، وده اللي أثبته شريط الفيديو اللي كان متسجل عليه الجريمة بالكامل، ده غير الشاتنج أو المحادثات اللي تمت ما بين أرمن وبيرند اللي بتدل إن هو فعلا كان موافق وما كانش فيه أي ضغط من أرمن. لكن الادعاء ما سكتش عند كل ده، ووجه لأرمن تهمة القتل من أجل اللذة الجنسية وانتهاك حرمة الأموات، واتحكم عليه وقتها بالسجن لمدة 8 سنين ونص. لكن بعد ما قضى 4 سنين من مدته اتحاكم من جديد بسبب الرعب اللي سببه للرأي العام واستغلاله للاضطرابات النفسية اللي كان بيعاني منها بيرند. وده كان سنة 2006 بعد ما الخبر والقصة اتنشرت في كل جرايد ألمانيا، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لأنها أقصى عقوبة هناك بعد ما اتلغى حكم الإعدام في ألمانيا الغربية سنة 1949 وفي ألمانيا الشرقية سنة 1987، وحتى بعد ما ألمانيا توحدت فعليا سنة 1990، ولحد النهاردة ملغي حكم الإعدام. بس الغريب إن أثناء المحاكمة دافع أرمن عن نفسه وقال إن في أكتر من 50 شخص كانوا متطوعين وعايزين يموتوا، وعشان يخرج نفسه من التهمة اعترف إنه من صغره كان نفسه يخلص على أبوه وأخوه الصغير، لأن أبوه دايما كان بيفرق ما بينهم، ده غير الحجة اللي اتحجج بيها، وقال إنه كان دايما بيتفرج على أفلام رعب وأكشن. والحقيقة ده بياخدنا لنقطة مهمة جدا، وهي عدم الرقابة على الأولاد الصغيرين اللي بيطلع منهم تصرفات ما تلقش أبدا مع سنهم، زي قضية آيسل أو الولد اللي خلص على صاحبه. فتفتكروا الأولاد دول لما يكبروا ممكن كانوا يوصلوا لمرحلة زي دي؟ وهيكون مين الجناه، هم ولا أهلهم؟ ربنا يعافينا ويحفظنا جميعا.